السلام عليكم، كيفكن طلاب؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، اشتقت لكن كتير. اليوم فيديو الثالث إلنا مسألة السطرين، راح نعمل مثال ثالث عن مسألة السطرين، آخدين فيه فكرة كمان جديدة. الدرس الماضي أنا بالفيديو الثاني عطيتكن مسألة وطلبت منكم تحلوها، فيكم تبعتوا لي إياها بالتعليقات أو تبعتوا لي على الواتساب وأنا بصلحها، وأي استفسار أكيد راح جاوبكم فورا. اليوم معنا مسألة السطرين. يحترق 2.24 لتر من غاز الميثان، طبعا صيغة غاز الميثان CH4 احتراقا تاما بالأكسجين O2، يعطي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. المطلوب كتلة، عندنا حجم مين؟ حجم غاز ثاني أكسيد الكربون وعدد المولات. مثل ما اتفقنا نحن دائما هاي الورقة الإجابة بنرتبها ونحط سمايل الحلو مشان نكون مستعدين لنحل بطريقة صحيحة. يلا نقرون الخطوات وأنا رح أمشي معكم. شو أول خطوة؟ أكيد برافو عليكم، رح ننقل المعادلة إلى ورقة الإجابة. إذن المعادلة هي CH4 زائد 2O2 يعطي هاي المواد المتفاعلة، ما بننسى أكيد يا أنسي صرنا حافظين، برافو عليكم. 2H2O بخار الماء. واتفقنا نحن نحدد سطر أول سطر تاني، أكيد ما نسينا يا أنسي. وبناخد من العدد الموجود بالنص وقلنا نضعه وين؟ برافو يا سلام، بالسطر الثاني تحت من 2.24 لتر. ما من شغلنا، برافو عليكم، نحط هون لتر. طيب يا أنسي عنا السطر الأول منين بنعبي إذا كان معنا اللتر؟ تتذكروا من الفيديو الأول أكيد لتر يعني حجم 22.4 ضرب عدد المولات، معنا مولات إلا واحد يعني بنتركها نفسها، إذا 22.4. بنروح للمطلوب. طب يا أنسي أنتي ما علمتينا أنه نحن نكتب صيغة السؤال مشان نتدرب؟ أكيد كتلة. شو بدنا نكتب؟ اتفقنا كتلة سطر أول سطر تاني، أحسنتم. بالسطر الثاني كتلة غرام. طيب وبالسطر الأول يا أنسي شو بنحط؟ علما أن مستخدمة. أحسنتوا. طيب كتلة مين؟ بخار الماء، هي بخار الماء. إذا السطر الثاني غرام، طلع الغرام لفوق وبحسب علما أن شو عنا؟ لا 2H2O H2O. بعدين الجواب يضرب بعدد المولات، برافو عليكم. الأش طبعا هن عاطينا إياها واحد، واحد ضرب كم ذرة؟ 2، الجواب 2. الأو عاطينا إياها 16 ضرب واحد، ذرة وحدة بتساوي 16، بجمعهم 18 مضروبين ضرب عدد المولات الذي يقع أمام المركب. أحسنتوا. 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 1 2 3، إذا 36 غرام. أحسنتوا، بنحط 36 غرام. هلا شو ضل عنا؟ جداء الطرفين بالوسطين مع مين؟ مع الأساسيات. ذكرتوا شو بحطها بدائرة مشان أنا ما خربت، برافو عليكم. إذا الطلب الأول بتساوي 2.24 ضرب 36 على 22.4. انتوا فيكم تحذفوا تحت 10 بيطلع 36 على 10، وتزاحل فاصلة مرتبة إلى اليسار حتى لو ما كانت موجودة، أو فيكم تقسموها لحالكم بيطلع معكم الجواب. إذا الجواب شو اتفقنا؟ 3.6 غرام. أحسنتم. هلا الطلب الثاني. ليه يا أنسي الدرس الماضي كنتي ما تسطري بإيدك وأنتي طلبتي منا تكون الدفتر مرتب؟ يلا لنسطر أنا وياكم. الطلب الثاني حجم CO2، تمام،
الحجم شو اتفقنا بنكتب؟ يا آسي والله صرت حافظ، سطر أول، سطر تاني، السطر التاني بالحجم في لتر، السطر الأول ذكرينا يا آنسي 22.4 ضرب عدد المولات إن وجدت. يلا لنعبي أنا وياكم. هو بده مين كان بالفيديو وبالمثال؟ الغاز المنطلق CO2. إذا في لتر بشيل ايدي شيء؟ لا، برفع اللتر لفوق. كلياتها بدال 22.4 ضرب عدد المولات إن وجد ما في إلا واحد، معناتها هلا صار فينا نكتب أنا وياكم في بيساوي 22.4 ضرب 2.24 على 22.4، بينحذفوا مع بعض بيبقى الجواب 2.24 لتر. هلا منسطر أنا وياكم وبننتقل للطلب الثالث. أكيد عندنا كتلة حجم، هلا مين؟ مولات، بس مولات مين؟ الأكسجين اللازم للاحتراق. أحسنتم، أكسجين. طيب أنا اتفقنا نكتب عدد المولات. شو بنحط؟ سطر أول، برافو عليكم. سطر تاني، وشو ما بنشيل إيدنا لنحط إن مول بالسطر الثاني، وهون العدد الذي يقع أمام العنصر أو المركب. طيب أنا وياكم بروح للمعادلة. السطر الثاني قلنا إن مول، برفع المول لفوق، عدد المولات الذي يقع أمام العنصر أو المركب. ونرجع دائما مع الأساسيات لأنا حاطتهم بدائرة مشان ما خربت أبدا. ماشي يا أنسي، يسلموا هالإيدين، صرت بعرف وأنا شاطر، برافو عليكم. يلا هلا إن بيساوي إذا 2 ضرب 2.24 على 22.4 بيبقى 10. طيب 2 على 10 ما في عنا فاصلة، ولكن أي تقسيم على 10 أو 100 أو 1000 وتزاح الفاصلة مرتبة إلى اليسار حسب عدد الأصفار، يعني 0.2 واحدة مول. وهيك بتكون خلصت مسألتنا لليوم، وبتمنى تكون معكم سهلة. بشوفكن أنا وياكم بفيديو جديد، الفيديو الثالث. طبعا رح يكون تباعا في فيديوهات لمادة الرياضيات والفصل الثاني. بشوفكم بالتوفيق، بحبكم كتير، باي باي.